بيبدأ مع الطالب توشا اللي بيروح المدرسة جديدة وبيفضل يستخبى من البنات، وبيظهر وقتها إنه شاب خجول مش بيعرف يتكلم معاهم. وبعد ما توشا بيروح يتكلم مع مساعدة المديرة وبيقولها إنه عايز يتنقل للمدرسة، بتسجل المساعدة اسمه على الورقة وبتتنقل للمدرسة. وبيكون بعدها توشا ماشي في حوش المدرسة وبيذاكر، وبيلاقي ساعتها طالبة جميلة ظهرت وبتفضل تبصله، وبينجح وقتها توشا بإنه يتعرف عليها وبيكون مستغرب، وبنعرف إنها صديقته يوري من أيام الطفولة. وبعد ما يوري بتروح تساعده وبتديه الورقة اللي وقعت منه، بتلاحظ ساعتها إنه صاحبها توشا وبتكون مبسوطة، وبيكون توشا محرج من اللي حصل ومش عايزاه تقرب منه، لكنها بتفضل تهزر معاه وبتضربه. بعد ما يوري بتعرفه إنها بتشتغل عارضة أزياء وبتسأله عن شغله، بتلاقي صاحبتها بدأت تندى عليها وبتقولها لازم يمشوا. وساعتها يوري بتاخد موبايله وبتبعت لنفسها رسالة، وبتقوله بعدها يسجل رقمها وبتمشي. وبعد ما يوري بتمشي وبيشوف توشا رسالة، بيكتب لها بعدها في رسالة إنه مبسوط علشان شافها. وبيبدأ بعدها توشا يفتكر لما كانوا بيتعلموا مع بعض وهم صغيرين، وبنعرف إن يوري قالت للمدرسين إنها عايزة تكون ممثلة في المستقبل. وبنعرف كمان إن صاحبهم كازو كان معاهم في تجربة الأداء وقال إنه عايز يبقى ممثل، بس توشا قال لهم إنه عايز يتكلم بصوت عالي وما يبقاش خجول. وبنشوف بعدها يوري راحت تتكلم مع توشا وطلبت منه يكون ممثل ويمثل معاها، وبنعرف وقتها إن هما اتفقوا ينجحوا مع بعض ويبقوا مشاهير. وبعد ما بيظهر صاحبهم كازو بيرمي المية على توشا، بتبدأ يوري تجري وراه علشان تضربه. وساعتها كازو بيطلع مسافة بعيدة وبتروح يوري وراه، وبيلاحظ وقتها توشا إنها هتقع وبيروح ينقذها. وبنرجع بعدها للوقت الحاضر، وبنشوف يوري كانت بتتكلم مع صاحبها في القهوة، وبيلاقوا بعدها المشهور كازو ظهر وبتكون البنات معجبة بيه. وبتعرف وقتها يوري إن صاحبها كازو بقى ممثل مشهور، وبتقرر ساعتها توصل لحلمها هي كمان وتبقى ممثلة. وفي تاني يوم بيكون توشا في المدرسة وبيلاقي مدير شركة إنتاج كلمه، وبيعرفوا المدير إنه عايز يقابله وبيوافق. وبعد ما بيخلص اليوم الدراسي وبيروح توشا يقابله، بيقول للمدير إن يوري عايزاه يكون مدير أعمالها ويساعدها تبقى ممثلة. وبيكون توشا مستغرب من اللي حصل ومش فاهم حاجة، لكنه بعدها بيمشي وبيخبط في المخرج. بعد ما المخرج بيساعده وبيعتذر له على اللي حصل، بيمشي بعدها توشا وبيروح يقابل يوري في مكان التدريب. وساعتها يوري بتعرفه إنها متوترة من التصوير، لكنها مبسوطة علشان قربت توصل لحلمها وهتبقى ممثلة. وبعد ما يوري بتطلب منه يشتري لها ميك اب وبيوافق، بيروح بعدها علشان يشتري لها ميك اب وبيلاقي صورتها في مجلة، وبيلاقي كمان صورة كازو وبيعرف إنه بقى ممثل، وبيقول بعدها إنه عايز يفضل جنبها لغاية ما توصل لحلمها وتبقى ممثلة. وبعد ما توشا بيروح يتكلم مع يوري وبيعرفها بمواعيد شغلها، بتكون يوري متضايقة علشان مفيش إعلانات وأفلام تصورها. وساعتها توشا بيقولها إن في إعلان تلفزيوني، بتبقى مبسوطة، وبتعرف كمان إن كازو المشهور هيصور معاها الإعلان. وفي يوم التصوير بيظهر إن المسؤول كان متعصب بسبب إن يوري لسه ما جاتش مش مهتمة بمواعيد شغلها. وفي الوقت ده بنشوف يوري كانت قاعدة لوحدها، وبيظهر إنها متوترة من تصوير أول إعلان ليها. وبنشوف بعدها صاحبها توشا جالها وبيفضل يشجعها، وبيقول لها لازم تصور الإعلان علشان توصل لحلمها. وبعد ما يوري وتوشا بيروحوا لمكان التصوير، بيعرفها المسؤول إن كازو مشي بسبب إنها اتأخرت وبيمشيها من الشغل. وبتكون يوري متضايقة من اللي حصل وعايزة تمشي، بس توشا بيتخانق مع المسؤول بيفكر إن هما مضوا على عقد تصوير الإعلان. وأما المسؤول بيقوله إن هما اتأخروا ومجوش في الميعاد، بيقرر بعدها توشا يمشي ومش بيتكلم معاه. وساعتها المخرج بيبدأ يتكلم مع توشا، وبيعرض عليه يصور الإعلان مع يوري مكان كازو. وبيكون توشا رافض يصور بسبب إنه خجول، لكنه بعدها بيوافق علشان يساعد يوري توصل لحلمها. وبعد ما توشا بيشيل النضارة وبيصور الإعلان، بيفضل تاني يوم يمشي بسرعة وبيكون خايف البنات تتعرف عليه. وفي الوقت ده بنشوف يوري كانت بتتكلم مع مدير شركة الإنتاج، اللي بيقول لها إن عندها اختبار أداء لتصوير مسلسل ولازم تنجح فيه. وبعد ما يوري بتروح تتكلم مع توشا وبتعرفه إن عندها اختبار أداء للمسلسل، بتطلب منه يساعدها في اختبار الأداء وبيوافق. وبنشوف بعدها كازو دخل المدرسة وبتكون البنات كلها معجبة بيه، وبيروح بعدها يتكلم مع يوري وبيتجاهل توشا. وساعتها يوري بتعتذر له علشان اتأخرت امبارح أثناء التصوير، لكنه بيقول لها ما حصلش حاجة وبيشجعها تتمرن على اختبار الأداء. وبعد ما كازو بيمشي وبتفضل يوري تبصله، بيظهر إن توشا كان شايفه وبيفتكر إنها معجبة بيه. ومع مرور الوقت بتروح يوري تتمشى مع توشا وبيكونوا مبسوطين، وبتشتري له يوري هدية بنسبة صداقتهم. وفي يوم بيكون توشا في المدرسة وبيلاقي يوري جت تحتفل معاها، وبيعرف منها إنها اتقبلت في اختبار الأداء وجالها عرض شغل في مسرحية. وبعد ما توشا بيروح معاها لشركة الإنتاج، بيظهر إنها تمثل في مسرحية روميو وجولييت مع كازو. وبنشوف بعدها كازو راح يرحب بيوري وبيقول لها مبسوط علشان هيشتغلوا مع بعض، وبيكون توشا صاحبها شايفه مغيران عليها. وبعد ما يوري بتبدأ تتمرن علشان المسرحية وبيكون صاحبها توشا معاها،
بتقول له يوري إنها خايفة الناس يفتكروا إنها وكازو مرتبطين. وساعتها توشا بيقول لها ما تهتمش لكلام الناس، وبيشجعها تمثل في مسرحية علشان تبقى مشهورة وتمثل في أفلام. وبعد ما يوري بتروح لشركة الإنتاج علشان تتدرب، بتيجي مكالمة للمخرج وبيعرف إن كازو عمل حادثة. وبنشوف بعدها المخرج بدأ يتكلم مع موظفين الشركة وبيعرفهم إن كازو عمل حادثة وممكن يلغوا المسرحية. وبيكون توشا موجود في المكان وبيبقى متضايق، وبيفتكر يوري لما كانت مبسوطة علشان هتمثل في المسرحية. وبيقرر وقتها يتغلب على خوفه من الناس وميبقاش خجول، وبيروح يعرض على المخرج يمثل مكان كازو. وبعد ما المخرج بيوافق على طلبه وبيبدأ توشا يتدرب مع يوري على عمل المسرحية، بيلاحظ المخرج إن توشا معجب بزميلته يوري. وفي يوم بنشوف توشا ويوري كانوا في المسرح، بس وقتها بيصير كازو وبيعرفوا إنه خرج من المستشفى. وساعتها يوري بتتوتر من اللي حصل وبتكون هتقع، بس توشا بينقذها على آخر لحظة وبتتكسر رجله. وبنشوف بعدها كازو بدأ يتكلم مع توشا وبيشكره، وبيقول له بعدها إنه هيمثل المسرحية بنفسه. وبعد ما يوري بتروح تطمن على توشا وبتسأله إذا كان كويس، بيقول لها ما حصلش حاجة وبيطلب منها تتدرب على المسرحية. وبتبدأ بطل تتخيله توشا وبتكون مستغربة من اللي حصل. وبنشوفها بعدها راحت تقعد لوحدها، وبتكون ملاحظة إنها حاسة بمشاعر ناحية صاحبها توشا. وفي الوقت ده بيكون توشا قاعد لوحده وبيلاقي يوري اتصلت بيه، وبيعرف إنها خايفة عليه وبتسأله إذا حصل له حاجة في وقت ما أنقذها. وبعد ما توشا بيطمنها عليه وبيقول لها لازم تركز في المسرحية، بتقول له يوري إنها عايزاه يحضر المسرحية ويشوف أول تمثيل ليها. وبيكون توشا مش عايزاها تعرف إن رجله اتكسرت وبيرفض طلبها، لكنه بيقول لها إنه بيفضل شايفها طول الوقت في خياله. وفي يوم المسرحية بنشوف توشا راح للمسرح وبيكون مش عارف يمشي، وبيظهر إن في حد من الموظفين كان شايفه وبيشجعه. وبيروح بعدها توشا يشوفها وهي بتمثل مع كازو، لكنه بيفضل يتخيل إن هو اللي بيمثل معاها. وبعد ما يوري وكازو بيخلصوا تقديم المسرحية، بيبدأ كازو يعترف ليوري بمشاعره وبيقول لها إنه بيحبها. وبيكون توشا سامع كلامه وبيقرر يمشي، بس وقتها بيعمل صوت بالغلط وبيلاحظ كازو اللي حصل. وبعد مرور عدة أيام بيكون توشا قاعد لوحده وبيلاقي المخرج اتصل بيه، وبيعرف منه إنه عايزه يمثل في فيلم مع ممثلة مشهورة. وبنشوف بعدها يوري كانت بتتكلم مع مديرها اللي بيقول لها إنه عرف من حد من الموظفين إن صاحبها توشا كان موجود في يوم المسرحية. وبيعرفها كمان إن توشا جاله عرض شغل مع ممثلة مشهورة، وبيقول لها إن توشا هيبقى ناجح في يوم من الأيام. وفي تاني يوم بتروح يوري للمدرسة وبتتقابل مع توشا، وبيروحوا بعدها يتكلموا مع بعض وبيقول لها إنه مش عايز يصور الفيلم. وأما يوري بتعرف إنه رافض يصور الفيلم علشان مش هيمثلوا مع بعض، بتبدأ وقتها تتخانق معاه وبتقوله لازم يصور الفيلم وينجح في حياته. وبعد ما توشا بيقول لها إنه موافق يصور الفيلم، بتعرفوا إنها كمان جالها عرض شغل لفيلم وهتمثل مع كازو. وأما يوري بتقوله إنها عرفت من المدير إنه حضر المسرحية، بيقول لها توشا إنه كان متضايق وهي مع كازو وقرر يمشي. وبعد ما توشا بيودعها وبيمشي، بيصير إن يوري معجبة بيه وعايزة تعترف له بمشاعرها، بس بعدها بتمشي من المكان وبيفضل توشا يبصلها. ومع مرور الوقت بيبدأ كازو يصور الفيلم مع يوري، وبيبدأ توشا هو كمان يصور الفيلم مع الممثلة المشهورة. وفي يوم بيكون توشا ماشي وبيلاقي كازو كان قاعد مع يوري، بس ساعتها بتظهر الممثلة المشهورة وبتتكلم معاه. وبعد ما توشا بيخلص تصوير الفيلم وبتروح يوري تتكلم مع المخرج، بيخليها تشوف الفيلم بتاع صاحبها توشا. وساعتها يوري بتتضايق علشان شافته مع الممثلة المشهورة، وبتمشي بعدها من المكان وبتروح تقعد لوحدها. وأما يوري بتلاقي توشا وكازو كانوا ماشيين مع بعض وبيروحوا لصالة التدريب، بتقرر ساعتها تروح وراهم وبتفضل سامعة كلامهم. وبيصير وقتها إن كازو ملاحظ إن توشا معجب بيوري، وبيقول إن هو كمان معجب بيها ومش هيسيبوه ياخدها. وبيقرروا بعدها يتحدوا بعض على جايزة أفضل ممثل، وبنعرف إن اللي هيخسر التحدي هيبعد عن يوري وما يعترفلهاش بمشاعره. وبيجي بعدها يوم المهرجان الخاص بالفنانين، وبنعرف إن اليوم هيعلنوا عن الشخص اللي كسب جايزة أفضل ممثل. وبيكسب وقتها كازو الكيزة وبيكون مبسوط، وبتسأله المذيعة عن مواصفات البنت اللي عايزاها تكون معاه في المستقبل. وساعتها كازو بيروح ليوري وبياخدها معاه للمسرح، وبيعترف لها بمشاعره قدام الناس وبتكون مصدومة. وبيكون توشا شايف اللي حصل وبيبقى متضايق، وبيمشي بعدها من المكان وبيفضل يفتكر ذكرياته مع يوري. وبعد ما كازو بيمشي من المهرجان وبيرفض يوضح أي حاجة للصحفيين عن مشاعره ناحية يوري، بتفضل يوري وقتها تدور على توشا ومش بتلاقيه. وفي يوم بنشوف توشا كان بيتكلم مع المخرج في الموبايل، وبيعرفوا انه هيروح لأمريكا يعمل اختبار أداء في التمثيل ويتعلم هناك. وبنشوف بعدها يوري كانت لابسة فستان الفرح وبتتكلم مع مديرها، وبنعرف انها بتصور فيلم مع كازو صاحبها. وبعد لحظات بيكون توشا ماشي للمطار وبيخبط في شاب، وبتقع ساعتها الهدية اللي اديتها له يوري. وساعتها توشا بيروح ياخد الهدية وبيفضل يفتكر ذكرياته معاها، وبيقرر وقتها يروح يعترف لها بمشاعره وما يسافرش. وفي الوقت ده
بنشوف يوري كانت بتتكلم مع كازو في مكان التصوير وبتعرفه انها مش هتقدر تكون حبيبته وبتعتذر له. وبنشوف بعدها توشا ظهر وبيروح لمكان التصوير وبيطلب من المخرج يسيبه يتكلم مع يوري وبعدها هيمشي. وبيكون المخرج عارف انه معجب بيها وبيوافق على طلبه. وبيقول بعدها الفريق العمل ان هما يستنوا 5 دقايق وبعدها يصوروا. وبعد ما توشا بيروح علشان يتكلم مع يوري بيلاقي كازو بدأ يشجعه ويعترف لها بمشاعره وبيمشي. وبنشوفه بعدها راح لها وبيقول لها انه بيحبها وبيطلب منها تكون معاه للأبد ويفضلوا مع بعض. وساعتها يوري بتتخانق معاه علشان ما اعترفلهاش بمشاعره من الأول وبتعرفه انها كمان بتحبه وعايزة تفضل معاه. وبعد ما يوري بتطلب منه يسافر لأمريكا علشان ينجح في مستقبله بتقوله انها تفضل مستنياه لغاية ما يرجع وبيوافق. وفي الوقت ده بيكونوا فريق العمل شايفينهم ومبسوطين علشانهم ومن ضمنهم صاحبها كازو اللي قرر يتمنى لها السعادة.